هل تمويل المصير؟ لا، على اساس ان فرنسا شريكه في تمويل الفيلم. انا بالذات بقى فيلم المصير كنت اتناقشت فيه كتير. احب اوضح نقطه مهمه جدا، ان الاستاذ يوسف شاهين كان كاتب جمله على السيناريو في اول صفحه، لو كان حطها في اول الاسماء في الفيلم المعروض كانت انتهت كل المشاكل وما كانش تسرب الى ذهنك او حتى ايه هي الجمله دي؟ كان كاتب ان هذا الفيلم ليس تاريخا ولا تاريخا، وانما رؤيه مستوحاه من الاندلس. وبالتالي يوسف اما صاغ ابن رشد، على فكره الفيلم ده لا تتصوروا مدى نجاحه عند الشعوب الغربيه. وهقول لك حادثه طريفه جدا حصلت لي، واعفيني من ذكر اسم البلد. انا حضرت عرض الفيلم ده في بلد من البلاد، ففوجئت ان بدايه الفيلم شايلينها لان فيها صلبان. فانا اتفزعت وطلبت وقف عرض الفيلم. قلت لهم انتوا كده بتدمروا الفيلم، هنبقى احنا العنصريين واحنا المتطرفين فقط. يوسف شاهين مختار عن قصد حادثه تاريخيه، ان واحد ترجم كتب ابن رشد مش الفها، والكنيسه وقتها حرقته. فهنا يوسف بدايه الفيلم اللي صاغها في المصير هو قاصد يدين القهر للراي بدايه بعيدا عن اي دين. لكن لو كنا شلنا هذا الجزء الاولاني، اما عند عرض في صرف النظر المسيح يقهر مسلم او مسلم يقهر مسيح، كان هيبقى الفيلم بيدين حاكم اسلامي بيحرق كتب فيلسوف مسلم. لكن يوسف اما اختار هذا الجزء كان واعي تماما، وهو بيعرض الفيلم في اوروبا وتمويل فرنساوي، وكان بيدين الفرنساويين. كون ان في نموذج لاديب فرنسي معجب بابن رشد، ده الى الان حتى هذه اللحظه، حتى اسرائيل الان فيها حركه تدافع عن الفلسطينيين. دي نقطه. النقطه الثانيه ان يوسف شاهين لو كان ساب الجمله زي ما قلت، كان يبقى واضح ان يوسف شاهين اما عمل المصير قاصد حاجتين: محاوله منع فيلمه المهاجر، ومحاوله اغتيال نجيب محفوظ.